السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. اهلا بكم في قناتي بنت العمدة ام يوسف. اللي ما اشتركش في قناتي يشرفني باشتراكه فيها، واللي مشترك فيها فعلا يشرفني بتعليق حلو منه ولايك للفيديو. ان شاء الله النهاردة اعمل لكم صنف حلو. تمام. جبنا ربع كيلو كنافة، كسرناه وحمصناه كويس على البوتاجاز بمعلقة سمنة، وبعدين حطينا برد شوية، وجبنا مكسرات، جبنة فول سوداني وجبنة زبيب. تمام. وجبنة لفة جلاش. ان شاء الله النهاردة هنعمل جلاش حلو. يا رب الفيديو يعجبكم وتنفذوه وتكتبوا لي في التعليقات طلع معاكم شكله ايه. هي لفة جلاش اهي، بتبقى ب35 او ب30 على حسب، بس والله بتعمل كمية ما شاء الله. هتجيبي كل ورقتين 3 تطبقيهم، تحط الحشوة دي من جوه سوداني، زبيب، كنافة محمصة وعليها شوية سكر، وتقفلي الرول. والتاني جنبه اهو، شايفاه تاني اهي، كنافة وزبيب وسوداني وشوية سكر. انت بقى لو عايزة تحط مكسرات تاني حطي براحتك، اللي موجود عندك اعمليه، ما توقفيش نفسك. حتى انت ممكن تحطي فيها، تقطعي بلح وتحطي فيها، ممكن تقطعي فيها موز، ممكن تقطعي فيها فاكهة، ممكن يعني الحاجة اللي انت بتحبيها وبتاكليها انت وعيالك اعمليها. بس هو عامة في ناس بتعمله رقاق، بتعمله جلاش حلو، وفي ناس بتعمله حادق. ده حلو. ماشي. خلاص خلصنا كل لفة الجلاش عملناها كلها، ما حطيناش فيها اي سمنة ولا حاجة. وهندهنها بعد كده، تقطعيها سمبوكسات وهي ناشفة برضو، هتقطعيها مثلثات كده، او عايزة تقطعيها مربعات برضو، اللي يريحك كده او كده هتبقى جميلة، تبقى مورقة وهتبقى نافشة وهتبقى طعمها تحفة. ريحة التحميصة اللي فيها دي في الفرن بتخليها روعة. ما تنسيش الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا الصلاة على النبي أهم حاجة، والاستغفار دايما. طول ما انت شغالة خلي لسانك يذكر ربنا، استغفري طول ما انت في المطبخ، أو سبحي أو حوقلي، يعني سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله، أي ذكر منهم. ممكن كمان كل يوم تاخدي ذكر منهم واحد، مثلا سبحان الله، طول اليوم قولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قولي الحمد لله، قولي أستغفر الله العظيم. هتلاقي بركة في وقتك وفي رزقك، والحاجة اللي بتعمليها هتطلع جميلة وزي الفل، وربنا يحسن ما بين ايديكم. كده خلصنا كل الرول اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله، هي لفة واحدة جلاش ملت الصاج. شايفين طلعت كام رول؟ 6 رولات جنب بعض. تمام. وخلصت كل الحشوة برضو. بعدين قطعناها كلها. بعد بقى ما تقطعيها وتخلصيها، لو انت عايزة تدهنيها بالسمنة البلدي، كوباية سمنة بلدي. حاسة ان هي تبقى تقيلة، حطي نص الكمية سمنة بلدي ونصها سمنة من السمنة الصناعي العادية، يعني كوباية حطي نصها سمنة بلدي ونصها سمنة عادية. تسخنيهم على النار، ويعني ما تغليهمش، سخنيهم تسخين بس، وتجيب الفرشة وتدهني كل الصاج ده، تخلي السمنة يعني تدهنها من كل ناحية، تغرقها كده، شايفة زي كده، تدهنيها كويس بالسمنة وتظبطيها خالص. وبعدين تروحي ايه، مشغلة الفرن وحطاها. بس نصيحتي ليكي ما تبعديش عنها وتسيبيها، لأنها خفيفة وما بتستحملش النار. بعد ما قعدت في الفرن حوالي 10 دقايق، بعدين احمرت والوش لأ، فشغلت لها الشواية دقيقتين بالظبط، وانتي واقفة جنبيها خدت لون، طلعيها. جيبي الشربات بارد من التلاجة وتسقيها بيه. الشربات عامة بنعمل كيلو أو 2 كيلو في أول رمضان، 2 كيلو سكر بتعمليهم شربات، وتعبيهم في إزازة أو في برطمان وتحطيهم في التلاجة عندك. كل يوم بتعملي صنف حلو، أو حتى كل 3 أيام بتطلعي الشربات عندك يبقى جاهز، عشان إيه ما تاخديش وقت كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وده شكلها النهائي وطعمها تحفة، وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي. ما تنسوش تعليق حلو منكم ولايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.